بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهاردة بإذن الله يا جماعة هنعمل ميزانية لفطار وعشاء، أكل خفيف بقى. مش هنقول لا هنعتمد على الفول ولا الطعمية ولا البطاطس، لا ده أكل اللي هو بتاع ولاد الزوات يعني. وفي الأسبوع ب500 جنيه هتفطري وهتتعشي، هيبقى في حاجات في بيتك، وجبات خفيفة كده ب500 جنيه. وهنا عشان المصداقية، هنا الحساب يا جماعة في بديل، يعني أنا حاطة كذا نوع وفي بديل. إنما لو جبت الطلبات دي كلها على بعضها هيبقى 610. إنما لو جبتي حاجة واحدة، يعني كاتبة كذا نوع جبنة، لو جبتي نوع مكان نوع هتلاقي أقل من 500. إنما لو جبتي التلات أنواع هيبقى كله 610 معانا هنا. وكله بالدليل وكله أسعار اليوم، حاجات طلبات لسه شارينها. محلات، في محلات يا جماعة بتعمل خصومات وبتعمل عروض وبتراعي ظروف الناس، وفيها الغالي وفيها الرخيص وفيها المتوسط، كل واحد ومقدرته. روحوا للمحلات دي، مش ضروري للناس اللي هي بتخنق في بعضها. يعني عندك هنا مثلا كرتونة البيض ب105، جبنا 4 علب تونة اهي ب100 جنيه، أربع علب تونة ب100 جنيه. جردل الجبنة 2 كيلو ب75 جنيه. بديله ممكن تجيبي جبنة علبة كده اللي هي الربع كيلو، اللي هي المفروض بره ب23 جنيه، أنا جايباها من هنا ب12 ونص. هنا علبتين الجبنة كريمي ب55 جنيه. ادي مربى للي بيحب ياكل مربى، 2 كيلو صفيحة 2 كيلو ونص بقد ايه. علبة بيف ب45 جنيه. ادي مربى تانية برطمانات، لو ملكوش في مربى قد كده 2 برطمان ب30 جنيه. ادي الجبنة الربع كيلو ب12 ونص. بصوا اسعار من على الرف اهي يا جماعة. يعني انا مش بألف عشان محدش يخش بيقول لي انت بتجيبي الاسعار دي منين، بس في ناس بتبقى عاملة زي شوادر كده وزي معارض، دي بيبقى منزلة الأسعار ده. يعني دي سوبر ماركت كبير موجود عندنا بيعمل العروض والتخفيضات دي كل شوية. أما تيجي بقى تحسبي دون كله، شوفي بقى يوم هتعملي بيض، يوم تاكلوا جبنة، يوم تعملي في مربى، في عندك بيف تعملي بكذا طريقة، عندك الجبنة كذا نوع. انت دون اكلك انت بقى براحتك، كلها حاجات خفيفة، حاجات تمام وحاجات صحية. عايزة بقى تدخلي الاكل بتاعنا اللي هو الطبيعي، فول طعمية الكلام ده، ده هيشيل معاكي دون معاكي اكل. ينفع فطار ينفع عشاء، حاجات لايت حاجات خفيفة تمام. وكل الطلبات دي ب610، ده لو جبناها كلها. لكن في بدايل زي ما احنا قلنا، يعني بدل صفيحة المربى ال2 كيلو ونص ممكن اجيب برطمانين ب30 جنيه بس. تمام كده. بدل الجبنة اللي هي الجردل اللي هو ب75 جنيه، ممكن اجيب العلب اللي هي بعدين انا بجيبها بره بس نوع تاني 23 جنيه من محل جنب البيت بستقرب. طب ما هي دي بعيدة عني شوية، بس الربع كيلو هو ب12 ونص. اذا انا جبت حطيت 2 جنيه على ال23 وجبت علبتين 2، يعني جبت نص كيلو. ففي فرق كتير قوي يا جماعة. مش ضروري نستقرب المحلات اللي جنبنا، نخرج شوية هنلاقي الدنيا أوفر وأجمل. وده اللي احنا محتاجينه، احنا مش محتاجين مصاريف زيادة. دي كانت الفكرة. أتمنى يكون الفكرة والفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، وألقاكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. للتوضيح بس يا جماعة، الحاجات دي كلها تواريخها جديدة عشان ما حدش يجي يقول صلاحية ولا حاجة، وقدامك تاريخ الصلاحية وشوفيه بنفسك. وعلى فكرة أنا بتعامل بزمن مع الحاجات دي، وسبحان من جابها في دماغي عشان أعرف بيها غيري. وأكيد في ناس كتير منكم عارفينها. احنا مش هنروح اشتري حاجة، أنا خلاني قلت كده لأني شفت تعليقات ناس قبل من كده على فيديو كنت منزلاه، فبيقولوا ايه ده بتبقى تاريخ. لا، التاريخ والله بيبقى لسه فاضل سنتين على التاريخ، والتاريخ بيبقى بتاريخ السنة دي، إنتاج السنة دي يا جماعة. وبالتوفيق للجميع بإذن الله.